هعمل معاكم صنف من اهم الاصناف اللي بتتحط على السفرة المصرية. هنعمل الجلاش باللحمة المفرومة على الطريقة المصرية، او الجلاش المصري باللحمة المفرومة. ده اهم صنف عندنا، يعني بقى عزومة او تقضية مش عايزين نطبخ وعايزين نعمل حاجة سهلة وبسيطة معشوق الجماهير. مفيش حد ما بيحبوش. هعرفكم النهاردة الطريقة بتاعتي في عمل الجلاش، ازاي يطلع معاكم مقرمش من بره وطري ومورق من جوه بأبسط طريقة. وده مش كلام يا جماعة والله، بس انا عيلتي مسمياني استاذة الجلاش. شايفين ما شاء الله الجمال؟ حاجة كده تحفة، ما شاء الله، حاجة حلوة قوي. قبل ما ابدأ الفيديو، لو اول مرة تشوفوني، انا اسمي اسماء. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناة ولايك وشير عشان يوصل لكم معايا كل جديد. يلا بينا نبدأ. اول حاجة هنا بقى هنبدأ بتجهيز اللحمة المفرومة بتاعتنا. معايا هنا نص كيلو من اللحمة المفرومة، ومعايا هنا بصلتين صغيرين فرمتهم في الكبة ناعم كده، ومعايا البهارات بتاعتي. طبعا دي الحشوة بتاعت الجلاش بتاعنا. اول حاجة هنا بقى معايا صينية رفعتها على النار بالشكل ده. هنبدأ بتعصيب اللحمة المفرومة. معايا هنا كده الصينية رفعتها على النار، وهنزل فيها بمعلقة من الزيت. انا نزلت بمعلقة من الزيت علشان اللحمة بتاعتي لين ما فيهاش اي نسبة دهون خالص، بالشكل ده. ودلوقتي هنزل بكمية اللحمة بتاعتي. اللحمة لونها اتغير لحد ما بقت باللون البني كده، ده زي ما انتوا شايفين. وهنزل عليها دلوقتي بالبصل المفروم بتاعي. اهم حاجة تنعموه قوي في التقطيع، حتى لو هتقطعوه بايديكم، ولو هتقطعوه في الكبة خلوه ناعم جدا في الكبة بالشكل ده. وهبدأ اقلبه مع اللحمة هنا كده قوي كده زي ما انتم شايفين. لو حطيتوها طبعا مجمدة بتبقى بالشكل ده. والملح طبعا نسبي حسب الذوق، وكمان رشة من الفلفل الاسود بالشكل ده، مش كتير ولكن يعني لو بالمعلقة ربع معلقة صغيرة. ودلوقتي بقى هنزل عليها بنص معلقة من السبع بهارات او البهارات المشكلة اللي موجودة عندكم بالشكل ده. طبعا انا عارفة ان في ناس كتير ما بتحطش على لحمة الجلاش اي بهارات، وانا يعني مش من عشاق البهارات، بس البهارات دي برضو معمولة عشان تتحط على بعض الوصفات. الجلاش بقى منهم. بصوا بتنقل الجلاش لمكان تاني خالص، وفعلا معلقة البهارات دي بتطعم الجلاش قوي، بتخليه طعمه مختلف تماما. فجربوا تحطوا معلقة من السبع بهارات او البهارات المشكلة او بهارات لحمة، اي بهارات موجودة عندكم في البيت. هتبقى نص معلقة صغيرة، هيطلع طعمه مختلف تماما عن الطعم التقليدي بتاعه. عايزه اقول لكم ما شاء الله نص معلقه سبع بهارات او البهارات المشكله اللي انا حطيتها، الريحه تحفه، الريحه طالعه عليها تحفه. ودلوقتي بقى هضيف لها معلقه صغيره من الصلصه بالشكل ده، معلقه صغيره يعني مقدار معلقه صغيره. وهبدا اقلب لحد بقى ما انشف اي ميه فيها او اي دهون فيها بالشكل ده. وهنا بقى خلاص اللحمه جاهزه معايا بالشكل ده. الحشوه بتاعت الجلاش يعني طبعا ما فيهاش اي نسبه ميه خالص، نشفت الميه اللي فيها خالص، وكمان استوت. ما يبقاش فيها اي نسبه ميه خالص علشان ما تنزلش على الجلاش. الميه هتنزل على الجلاش هتبشننه، هتبوظه يعني بالشكل ده. وحطيتها هنا كده في الطبق ده تبرد شويه بالشكل ده. ان شاء الله ريحتها حلوه قوي، وكمان طعمها حلو جدا. ودلوقتي بقى هنحضر الماده اللي هندهن بيها طبقات الجلاش. وهنا بقى معايا المادة اللي هدهن بيها ما بين الطبقات، طبقات الجلاش.
معايا 7 مكعبات من الزبدة، ونزلت عليهم بحوالي 3 معالق من الزيت، زيت الذرة. ممكن تستغنوا عن حتة الزيت دي، بس انا دايما بحب اعمل الميكس، انتوا عارفين، ما بين الزيت والزبدة. وممكن تستخدموا بدل الزبدة سمنة، بس الزبدة البلدي بتطعمه قوي. انا فكيتهم كده على النار بالشكل ده، وهبدأ بقى دلوقتي افك في لفة الجلاش بتاعتي. معايا هنا لفة الجلاش بتاعتي بالشكل ده، انا كانت عندي في الفريزر وطلعتها برضو قبلها بساعتين عشان تفك. طبعا لو عملتوها فكيتوها طلعتوها وهي متجمدة واشتغلتوا فيها على طول، الورق هيتبهدل معاكوا وهيتقطع. ما شاء الله طالعة الورقة بورقتها. ودلوقتي بقى انا هقسم لفة الجلاش بتاعتي دي لجزئين. يعني مثلا لو هي 12 ورقة هقسمها 6 و6، لو 16 ورقة هقسمها 8 و8. وهبدأ دلوقتي معاكم في اول جزء، وهشيل الجزء التاني على جنب. طبعا هقفل عليه بفوطة كده بالشكل ده علشان ما ينشفش. ومعايا هنا الصينية بتاعتي كده بالشكل ده، هي مقاس 35 او اي صينية موجودة عندكم. هبدأ ادهنها كده دهنة من الزبدة قبل ما احط فيها طبقات الجلاش بالشكل ده. بدأت بقى هنا كده في اول ورقة بالشكل ده، وهبدأ طبعا الزيادات دي هتنيها كده لجوه بالشكل ده. اي ورقة بقى متقطعة عندكم حطوها، مفيش اي مشكلة، بس اهم حاجة تبقوا شايلين ورقة على جنب عشان دي هنحطها على الوش. لازم الوش تبقى الورقة بتاعته كده كويسة. انا بتنيها كده بالشكل ده قبل ما احطها في الصينية. وهحط بقى هحط الورقتين عكس بعض، يعني هنا تانية وهنا تانية، الاتنين يبقوا عكس بعض. وما بين كل ورقتين هبدأ ادهن بالفرشة كده دهنة زبدة بالشكل ده. طبعا مش هدهن ما بين كل ورقة وورقة عشان ما يبقاش مورق قوي كده، يعني عامل زي البقلاوة بالشكل ده ما بين كل ورقتين. وهكمل بنفس الطريقة. حطيت هنا ورقتين كده بالشكل ده بنفس الطريقة، وبتني الورقة، والتانية تانية الورقة بتبقى لجوه داخلية بالشكل ده، وبتنيها قبل ما بحطها في الصينية. وبوزع بقى الورق بتاعي كله عشان يملى الصينية بالشكل ده، ما يبقاش فيه حتة فاضية في الصينية. وبحط الورقتين عكس بعض، يعني مرة تانية من هنا. ولو الصينية خدت الورقة كلها وما تنيتوش مفيش اي مشكلة. لو الصينية ما خدتش الورقة، مرة تانية من هنا ومرة تانية من هنا، يبقوا التانيتين عكس بعض. وهدهن تاني بالفرشة الزبدة بتاعتي بالشكل ده. ومش بكتر، انا يدوب ببل كده الفرشة وادهن عشان السمنة فيه ما تبقاش عالية قوي كده بالشكل ده. وهبدأ اكمل تاني في الورق بتاعي بنفس الطريقة وهكذا. وحطيت الورقتين هنا، ما بين كل ورقتين وورقتين زي ما قلت لكم بندي دهنة زبدة او سمنة المتاح عندكم. مشوا نفسكم باي حاجة طبعا عشان الدنيا ما تقفش على حاجة معينة، بس خليكم عارفين ان الزبدة البلدي بتدي نكهة وطعم حلو جدا لأي حاجة بقى، اي صنف من اي نوع اكل بتديله نكهة وطعم حكاية بالشكل ده. وهبدأ بقى هنا كده لو في اي حاجة كده طالعة من الزوايا ابدأ اتنيها وادخلها لجوه بالشكل ده عشان الخرط معايا تبقى متساوية وتبقى كويسة. من هنا من الزوايا بتني كده الطرف ده لجوه كده في الصينية بالشكل ده. وهنا بقى دلوقتي حطيت انا لفة الجلاش بتاعتي كانت 12 ورقة، حطيت 6 هنا كده، وما بين كل ورقتين دهنت المادة الدهنية بتاعتي او الزبدة. هنزل دلوقتي باللحمة بالشكل ده. طبعا اللحمة بردت خالص وما فيهاش زي ما قلت لكم اي نقطة مية ولا نقطة مية. شايفين الطبق نضيف خالص ما فيهوش اي نقطة مية، عشان لو في مية المية هتبشنن الجلاش خالص. وهبدأ بقى اوزعها كده بالشكل ده على الصينية كلها.
لازم اخليها يعني اخلي اللحمة كلها متساوية نفس القصة، عشان بقى مبقاش فيه حتة رقيقة رقيقة كده وحتة سميكة، يبقى كله نفس الوضع. وزعتها هنا بقى كده بالشكل ده، وهبدأ انزل بباقي كمية الجلاش بتاعتي كده بالشكل ده. ظبطوها كويس يعني. ومعايا هنا بقى باقي كمية الجلاش. الورق المقطع ده بقى كده هشتغل فيه في النص كده بالشكل ده، ما منهوش اي ضرر او اي مشكلة. اهم حاجة الورقة اللي هحطها على الوش تبقى سليمة اهو. دي مقطوعة خالص كده، نزلتها هنا كده في النص، ونزلت هنا باول ورقتين. اول ورقتين دول بقى مش هدهنهم لانهم هيشربوا من اللحمة بالشكل ده. وهبدأ انزل بالورقة التالتة. انا تنتها كده زي ما انتوا شايفين قبل ما احطها في الصينية، وببدأ بقى اساوي. يعني مثلا هنا عندي طرف باين من اللحمة غطيته من هنا، وهنا بالورقة دي غطيته من هنا، وهبدأ انزل بالورقة التانية كده بالشكل ده. برضو تنتها قبل ما احطها في الصينية، وهحط الاتنين عكس بعض، يعني التانية من هنا وتانية من هنا يبقوا التانيتين عكس بعض. وساووا بقى انتوا وظبطوا كده زي ما عرفتكم. وكمان هنا من الزوايا دي بتني الحرف ده. وهنا بقى دلوقتي خلصت كل الكمية بالشكل ده زي ما انتوا شايفين. طبعا انا قطعت مقطع من الفيديو بس عشان عدد الدقايق. ودلوقتي بقى هبدأ اقطع بالشكل ده قبل ما ادخلها الفرن. ودلوقتي الفرن انا مولعاه بس يسخن، هحميه شوية بالشكل ده. انا هقطعها المربعات، القطع التقليدية بتاعتنا كده بالشكل ده اهو. قطعتها هنا كده المربعات بالشكل ده. ودلوقتي هدخلها الفرن على اعلى درجة حرارة 220 او اعلى درجة عندكم لو ما عندكوش مقياس. وهسيبها بس لحد ما تنضج شوية وتاخد لون بسيط. معايا هنا بيضة ضربتها كده بالمعلقة او بالويسك بالشكل ده، وهنزل فيها في الطبق. ومعايا هنا نص كوباية من الحليب، حليب بارد، ورشة فلفل اسود بقى علشان الزفارة كده بالشكل ده مش كتير. ومعايا هنا كمان رشة من الملح بالشكل ده. ومعايا هنا بقى التركاية بتاعتي معلقة من البيكنج باودر. عايزة اقول لكم البيكنج باودر هو سر اصلا الجلاش بتاعنا، بيخليه بقى يعني منفوخ قوي وهاش جدا ومورق. وهضربهم كويس قوي. وهنا بقى زي ما انتم شايفين كده الجلاش نضج شوية وخد لون بسيط كده. هبدأ بقى اسقيه بالصوص اللي انا عملته، الصوص التقليدي بتاعنا بالشكل ده اهو. واي بقى بواقي هنا في الكوباية بقى فيها فلفل اسود او البهارات هحطها كده في الجناب بالشكل ده. وهبدأ ادخله الفرن تاني لحد ما يتشرب. شايفين يا جماعة الجمال؟ ودلوقتي بقى طلعتها من الفرن بالشكل ده. انا متأكدة ان في ناس كتير قوي اول ما تشوف المشهد ده هتجوع قوي ونفسها تروح للجلاش. معشوق الجماهير. شايفين ما شاء الله مورق من بره ومن جوه، يعني حاجة كده تحفة للأطفال بقى وللكبار. هو صنف من الأصناف المقبلات الأساسية عندنا على السفرة، ولكن بصراحة ممكن كمان يبقى صنف أساسي يتعمل كده مع نفسه. ورحلات بقى أي حاجة من الحاجات دي شغل معانا لأنه سهل وما بياخدش وقت. وحتى يعني في تغليفه مش هياخد مكان، احنا ناخده معانا في اي حتة سهل جدا. انا متأكدة ان في ناس كتير دلوقتي هتقوم تعمل الوصفة دي بعد الفيديو. ما شاء الله حاجة كده تحفة، وكمان طعمه حلو قوي زي ما انتم شايفين كده، مقرمش من بره ومن جوه طري كده ومورق. بجد لازم تجربوا. وبس كده، اتمنى يكون عجبكم الفيديو.
ما تنسوش تشتركوا في القناة ولايك وشير عشان يوصل لكم معايا كل جديد. اشوفكم على خير، فيديو جديد ان شاء الله. باي باي.